السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا جماعة؟ معاكم عز خالد. اتمنى تكونوا كويسين في الظروف اللي احنا فيها دي. هو الحظر فك بس الكورونا لسه موجودة، فخلي بالك على نفسك وخلي بالك على عيلتك، خلي بالك على ابنك وبنتك. البس الكمامة وانت نازل الشارع، واغسل ايدك دايما بالصابون. ربنا يسترها ان شاء الله. هنتكلم عن المساعدين العادية والمساعدين السبورت وانواعها. بس الاول قبل ما نبدا اتمنى تدعمني بسبسكرايب علشان تكبر. يا جماعه انا محتاج القناه توصل ل1000 سبسكرايب. انتوا قد التحدي ده ان شاء الله. ماشي، انا واثق فيكم. يلا بينا. المساعدين العاديه مصممه عشان تمسك العربيه وتشيلها من الارض، وعشان الشركات تبيع بكميات كبيره لازم يخلوها مريحه وتقدر تمشي في اي مكان، زي الرينج روفر. المساعدين العاديه جواها زيت، والزيت ده بيمتص صدمات ويخليك ما تحسش بالحفر والمطبات بنسبة 70%. بس ليها عيب واحد: عدم ثبات العربية أثناء المنحنيات الصعبة. ف خلوا بالكم يا جماعة. المساعدين السبورت مصممة عشان تديك الثبات على الطريق والثبات أثناء المنحنيات الصعبة وانت على سرعة عالية كمان. عشان كده بيستخدموها في السباقات، بس اوعى تركبها على عربية هتمشي في شوارع مصر. بس المزايا دي بتخلي المساعدين السبورت أنشف عشان جواها غاز أو هوا، وده بيخليها أنشف بكتير من المساعدين العادية. فاوعى اوعى اوعى في شوارع مصر، اوعى انا اديني قلت انا ما بلغت لما فشل. افضل انواع المساعدين السبورت: كوني، ابيكسي، ليستن، مونرو.
بس كده يا جماعه، اوعى تنسى تشير الفيديو، وعايزين نوصل القناه ل 1000 سبسكرايب يا جماعه. انا واثق فيكم، يلا بينا، يلا، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام.